السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ بعيد بقى عن حسابات الدولارية والكريدت كوردز والمشاكل اللي كانت موجودة دي كلها، ازاي تتجنب كل ده وتدفع اعلانك بمنتهى السهولة؟ ومش بس كده، لا انت كمان توفر فلوس. ده اللي هنتكلم عنه النهاردة. ازاي تدفع عن طريق فوري، واللي هيخليك تقدر تتجنب انك تدفع ال10% بتوع عمولة التدبير. لما تدفع عن طريق كريدت كارد بتدفع 10% عمولة تدبير، عملة صعبة. فوري مفيهاش الكلام ده. فوري 14% بس، وهتوفر على نفسك 10%. ده اللي هنتكلم عنه النهارده، ازاي تقدر تدفع اعلاناتك عن طريق فوري وانت قاعد في البيت، بس عن طريق الموبايل بتاعك مش اكتر. فيلا من غير كلام كتير وانت تبدا، انزل روق عليها بلايك واشتراك جميل في القناه، وهات كوبايه شاي بتاعتك علشان تروق، وتعالى لي عشان نبدا الفيديو. بص يا سيدي، لما تخش على مدير الاعلان بتاعك بالشكل ده، طبعا انت عارف بتيجي هنا عشان تبدا تضغط انشاء حمله. احنا مش هنيجي هنا، احنا هنيجي في زرار في الجنب شغل الكوينات والدنانير دي الفوتره، نضغط عليها. ولو بانجلش هتلاقيها اسمها بيلينج. جميل، ماشي يا سيدي. وهنيجي من الجنب هنا على زرار اضافه اموال، نضغط عليه. هتلاقي ظهر لك بقى انت ممكن تضيف كريدت كارد، وممكن تدفع بفوري، وممكن بميزه او لوكال كارد، بس دي مش متاح حاليا انك بتدفع بالدولار اصلا. تمام، فاحنا هنختار اختيار فوري ونضيف المبلغ اللي احنا عايزين نضيفه. انا مثلا هضيف 1425، ده مبلغ انا محتاج اضيفه فعلا. بعد كده على زرار التالي هيجي اكد عليك فعلا انك عايز تضيف اموال عن طريق فوري، تقول له تمام فتح فوري. هيقوم فاتح لك تابه جديده هنا، هيقول لك اكتب الايميل بتاعك، وعندك رقم تليفون اختياري تكتب الايميل. هيجي لك عليه ايميل كده ياكد عليك المبلغ فعلا اللي انت هتدفعه والكود اللي هتدفع بيه. نضغط على زر كونتينيو، هتلاقيه جاب لك هنا المبلغ اللي هيدفع وده الكود اللي هندفع بيه. نبدا نعمل ايه بقى؟ نبدا نمسك الموبايل بتاعنا بالمنظر ده وننزل شرح بالموبايل. هتنزل ابلكيشن فوري. تمام، في الاول خالص لو انت اول مره تنزله هيبقى طالب منك انك تدخل ايميل وباسورد عشان تقدر تخش عليه كل مره، لانك بتكون ضايف عليه فيزا بتاعتك. فدي حاجه مهمه انه يامنك علشان ما حدش يقدر ياخد من فلوس من الفيزا اللي انت ضايفها يعني. في الحاله بتاعتي انا اصلا داخل قبل كده، فانا هدخل الباسورد بتاعي على طول، او بيشتغل اصلا بالفينجر برينت كمان. اول ما يفتح معاك لو انت اول مره تشغله هتلاقيه اصلا طالب منك انك تضيف الفيزا بتاعتك. لو مش طالب منك او انت شغال عليه قبل كده، هنيجي على الوالت اللي تحت دي نضغط عليها ونبدا نضيف الفيز بتاعتنا، ونضيف اللي احنا محتاجين نضيفه. الفيزا بتاعتنا احنا ندفع عن طريقها يعني. تمام كده، بتدفع عادي فيزا مصريه، مش لازم فيزا دولاريه. وهنيجي من فوق هنا على زرار اسمه فوري باي لونه اصفر، نضغط عليه. هتلاقيه فتح لك خانه هنا كده، نبدا نكتب فيها الكود او الرمز الماركائي اللي هو كان جايبه لنا هنا، اللي هو المفروض 9349. وبعد ما تكتبه هنبدا نضغط على زرار كونتينيو، ومن فوق من هنا هتبدا تختار الفيزا اللي انت عايزها لو انت عندك اكتر من فيزا، وتنزل تحت هتلاقيه جايب لك المبلغ التوتال اللي انت هتدفعه، لان بيبقى فيه رسوم فيه 2 جنيه على كل عمليه بتتم، وفي تقريبا 1.25% من المبلغ اللي انت بتضيفه. بحد ادنى تقريبا 1000 جنيه، ال 1000 جنيه بتضاف عليها 25 جنيه، فاهم؟ مش 1 وربع قوي يعني، بس هي تعتبر كحد ادنى يعني. وده هيوفر عليك كتير، وهتقدر تدفعه وانت في بيتك بمنتهى السهوله، وهتلاقي الموضوع لذيذ وماشي حلو يعني. تمام، فبعد ما تشوف المبلغ التوتال اللي انت هتدفعه، هو هنا مزود عليها تقريبا 42 جنيه، وفي 2 جنيه ضايفهم اصلا، فمدفعك تقريبا 44 جنيه زياده كخدمه الفوري. ده كتير؟ لا، ده قليل جدا قصاد لو انت دفعت بالكريدت كارد بتاعتك هتدفع تقريبا 144 جنيه، لانك هتدفع 10%. فانت تقريبا موفر 100 جنيه، وبتعملها بمنتهى السهوله وانت قاعد في بيتك. مفيش اي ليميت للموضوع، الموضوع سهل قوي يعني. بس هو مسموح لك انك تدفع 3 مرات بس عن طريق فوري في اليوم، وما اعتقدش انك محتاج تدفع اكتر من مره، هي كفايه يعني. مره 2 3 خلاص قشطه، تمام فاهمني؟ فالموضوع هيوفر معاك فلوس وسهل جدا ومفيهوش قيود. بعد كده على زرار باي المبلغ اللي احنا عاملينه، هتبدا تكتب الخمس ارقام اللي موجودين على ظهر الفيزا بتاعتك، اللي هم بيكونوا ارقام سريه محدش المفروض يعرفهم. المفروض في الخطوه دي هيبدا يبعت لك كود كده بمسج من البنك بتاعك عشان يتاكد انك فعلا عايز تدفع المبلغ ده. فانا هاخد الكود اللي اتبعت لي. لو الكود ما جالكش او حاجه ممكن تضغط على زرار سند كود، ولو ما جالكش هنا ممكن تخرج وتخش على الرسائل عندك، ممكن ما تبقاش ظاهره وتجيلك في الرسائل بس ما جاتلكش بيها نوتيفيكيشن من فوق. تمام، المهم هتاخد الكود وتضيفه هنا، وبعد كده على زرار سبميت. هتلاقي جاب لك ان تمام سكسسفول ترانزاكشن، معناه ان المبلغ بتاعك اتدفع. وفوري كل مره بتدفع بيها بيقعد يراوغ عليك بشويه عروض كده، ما جربتهاش قبل كده، لو جربتها بقولوا لي يعني. تمام، ممكن تسيف الريسيت ده عندك عشان لو انت عايز تبعته لحد تاكد له انك دفعت، هتضغط على زرار شير ريسيت، وتقدر بعد كده تبعته لاي حد عندك على الواتساب. تمام يا سيدي، كده بقى نرجع بقى للدفع بتاعنا. نضغط هنا على العلامه دي، بيقول لك فعلا تم اضافه 1425 جنيه. بتضاف في ساعتها، زمان كان بتاخر شويه كذا ساعه، دلوقتي بقت بتضاف في ساعتها. نضغط على زرار هنا تم،
هتلاقي الفلوس اتضافت معاك هنا، ضفت الفلوس وانت قاعد في بيتك بمنتهى السهوله، وان شاء الله تلاقي الموضوع سهل كده زي ما انا ما وريتك، ما يبقاش واقف معاك في اي حاجه. وعامه انت برضو لو مش قادر تدفع عن طريق الموبايل بتاعك ايا كان المشكله، رغم ان ده احسن كتير، لانك لو نزلت لاي كشك في الشارع هياخد منك مبالغ زياده اضافيه عشان هو بيدفع لك. فكان في هنا جايب لنا انك هتاخد الكود ده اللي مكتوب قدامك وتنزل للكشك، اي كشك في الشارع حتى فرع فوري، وتقول له ان انا عايز ادفع لرمز خدمه 788. هيكتب عنده هو 788، هيطلع له ان الدفع ده هيتم الفيسبوك. تملي له الكود ده، يقول لك مثلا عايز تدفع وليكن مبلغ قد كذا، 1000 2000 3، تقول له تمام، فهم حولك الفلوس على الحساب بتاعك، وان شاء الله تسمع في ساعتها وتديله انت الفلوس يعني. بس برضه انا بقول لك ان في البيت عندك اوفر لك وقتا وماديا وفلوسا يعني، تمام؟ فان شاء الله الموضوع يبقى سهل عليك وانت فعلا بتطبقه. بس كده يا سيدي، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. هسيب لك تحت في صندوق الوصف مقاله هتعرفك افضل واسهل طرق الدفع بالدولار داخل وخارج مصر، عشان لو انت محتاج حاجه زي كده المقاله هتفيدك وكنت تفرق معاك جدا. وعايزك بعد ما تقراها تقول لي رايك فيها في الكومنتات، تمام كده؟ ما تنساش لو عندك اي اسئله ممكن تكتبها تحت في الكومنتات، انا بقراهم كلهم. او ممكن تخش كلمه صفحتي على الفيسبوك، هسيب لك اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف وفي اول كومنت. ولو محتاج اي شغل ليه علاقه بالإعلانات المموله او السوشيال ميديا او جرافيك ديزاين او حتى التصوير، هسيب لك رقم الواتساب بتاعي برضه في صفحه الفيسبوك بتاعتي. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعنا النهارده، وخليكم عارفين احنا دايما في خدمتكم. شكرا.